السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كده في احسن صحة واحسن حال. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد. قبل اي حاجة كده كل سنة وانتم طيبين، وخلاص العيد على الابواب، وان شاء الله كده العيد الجاي تكونوا واقفين على جبل عرفات. احنا وانتم جميعا يعني. والنهارده بقى جايلكم بفيديو تنظيفات العيد، فيديو بقى حماسي لكل الناس المكسلة والمتأخرة اللي زي حالتي كده. هنا بصور لكم كده الشكل على الطبيعة من غير اي تزويق ولا اي حاجة بدون مونتاج يعني. الشكل على الطبيعة كده زي ما انتم شايفين. انا كنت شايلة كل الفرش وموديه المغسلة يتغسل، وهو اتغسل وجالي من يومين ثلاثة، بس انا حسيت ان لسه بدري على الفرش دلوقتي، فقلت ايه خليني اتأخر شوية. انا قلت اتأخر شوية بس الحر خلاني اتأخرت جامد يعني عشان مكسلة والجو حر والنور بيقطع، فالدنيا مش مساعدة اصلا يعني. انا هنا بدات بالصاله زي ما انتم شايفين كده، اول مكان اللي بنقعد فيه. بدات الاول كده بالشباك او بالشبابيك اللي موجوده عموما. حبيت ان انا انضفها كده بالفرشه الاول عشان اي تراب او اي حاجه تنزل على الارض قبل ما اكنس وقبل ما امسح وقبل اي حاجه. ده الشباك بتاع الصاله اللي هو فاتح على الشارع على طول، بس هنا في الوقت ده كان النور قاطع، وطبعا الشباك عشان مفتوح فبيعكس الاضاءه زي ما انتم عارفين. بقول لكم كده دايما لما بكون بصور في المكان ده. فانا قلت هدي شباب كده امشي عليهم بالفرشه كده تنظيفها سريعه. انا كنت اصلا برضو منضفاهم قريب في فيديو قريب يعني، مش من بعيد قوي، فهم يعني كانش عليهم تراب قوي. بس قلت برضو عشان العيد بقى، عشان الضيوف اللي جايه تعيد ما تلاقيش الشبابيك عليها تراب ما ينفعش يعني، هيبقى شكلنا وحش يعني. زي الناس اللي بتنظف تحت السرير وفوق الدولاب وفوق المطبخ، عشان الضيوف لما يجوا ما يلاقوش فوق المطبخ مطرب ولا تحت السرير في تراب ولا في اي حاجه. فاهمين ازاي؟ فلازم يعني ايه نعمل اللي علينا، عشان مش عايزين كلام ولا عايزين تريقه ولا حد يتريق علينا في العيد. بلم بقى كل حاجه، المخدات والحاجات دي. انا عايزه اقول لكم احنا اليومين اللي فاتوا من ساعه ما لميت الفرش احنا قاعدين على الارض عشان الحر. فاحنا قاعدين على الارض مباشر، مش فرشين اي حاجه تانية. فتقريبا من كتر ما احنا قعدنا على الارض بقى والبلاط ساقع وبنشغل المراوح وكده، فاحنا حبينا الموضوع، فما كناش عايزين نفرش اصلا يعني. بس قلنا بقى عشان العيد وكده والضيوف، واخدين بالكم انتوا يعني الضيوف اللي ما بيجوش اصلا دول هنا بلم كل حاجه كده بحطها على الترابيزه دي زي ما انتوا شايفين، عشان انا عايزه يعني هو كده كده الصاله عندي فاضيه، مساحه كده طويله عريضه كده وفاضيه. فبتبقى سهله بقى لما بحب اكنس او امسح او حاجه، ما بزقش حاجات ولا بشيل حاجات ولا حاجه، هو كده على وضعه يعني. برضو بالفرشه كده قلت امشي على الجبس في مدخل الارج ده، عشان برضو بيبقى عليه تراب، خصوصا كمان ان هو ابيض. واي حاجه في سكتي بقى بالفرشه. بصوا يعني خدت لفه في الصاله كده، رايح جاي كده بالفرشه. اي حاجه تتمسح مسحتها بالفرشه. في حاجات يعني برضو ما صورتهاش. وهنا برضو الفتحه بتاعه المطبخ دي نفس الكلام، برضو دي فتحه كده على الصاله. فهي الداير بتاعها جبس كده زي ما انتم شايفين، فبرضو بالفرشه. لحد دلوقتي ما كنتش كنست لسه ولا اي حاجه، بس قلت يعني ايه حاسه يعني حتى انتوا تحسوا ان انا مفرهده كده، مش قادره اعمل حاجه اصلا. الجو حر قوي يا جماعه، الجو حر قوي بجد يعني، حرام. وبرضو المكان ده قلت امسح برضو بالفرشه كده، عشان يعني يكون في تراب برضو او كده. انا برضو مش هعمل الشقه كلها يعني في نفس اليوم او في يوم واحد، عشان يعني كده مش هعرف، وهيبقى فيديو طويل قوي لو صورت، وكمان هيبقى الجو حر مش هقدر اعمل كل ده. فقلت ايه كل يوم هعمل حاجه. فالنهارده انا بعمل الصاله كلها، والاوضه بتاعت الاوضه بتاعت ابني. ومنزل لكم امبارح الفيديو بتاع اوضه البنات، برضو نظفتها وجهزتها وكل حاجه. فمتبقي بقى الاوضه بتاعتي، فانا سايبه الاوضه بتاعتي دلوقتي، لان ايه الاوضه بتاعتي عايزه ايه ترتيب من جوه لبره يعني. عايزه الدولاب الاول، وبعد كده الاوضه نفسها. فدي عايزاني كده ايه يوم اكون رايقه واصورها بالليل، لان بالنهار مش هينفع. هنا دخلت الاوضه بتاعت محمد زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا طبعا هغير الملايه. فدي الدفايه بقى اللي هو بتغطى بيها كده، بطبقها واركنها على جنب. بعدين هشيل بقى الفرش
واشوف بقى هعمل ايه، اغير بقى الملاية وكده عشان الضيوف لازم. تنفيضة بقى كده على ظهر السرير برضه عشان لو في تراب ولا حاجة. مع ان بابا والله يعني منظفة ومسحة وكنسة وكل حاجة، بس كل شبابيك الشقة على الشارع، مع ان احنا في الدور الخامس او في الدور الاخير، بس برضو بيدخل تراب. وانا لازم افتح الشبابيك علشان الحر. لو قفلت الشبابيك الدنيا بتحرر قوي وما بنعرفش نستحمل بالنهار خصوصا يعني. ولو فتحت الشبابيك لو انا لسه مخلصة الشقة من ساعة كنساها ومسحاها وكده، لازم بلاقي تراب بيدخل. مش عارفة ازاي يعني. يعني امال لو انا في الدور التاني ولا في الدور الاول ولا كده، يعني الدور الخامس التراب بيوصلني ازاي؟ انا برضو مش عارفه والله. المهم بقى، في حد منكم لسه متاخر في تنظيفات العيد لحد دلوقتي زي ولا الناس كلها خلصت وانا اخر واحده ولا ايه؟ هنا كنت كنست الاوضه بعد ما فرشتها وسقيت الكومودينو كده وكنست تحته وسايباه كده عشان ابقى وانا بمسح الارضيه امسح تحته بالمره. وهطلع بقى اكنس الصاله زي ما انتم شايفين. قلت يعني عشان ايه، الجو حر بقى واعرف اتنفس كده شويه، فانا فصلت التصوير معاكم شويه، وبرضه عشان ما اطولش معاكم الفيديو ويبقى طويل عليكم ويرخم وكده. انا جايبه الصاله بقى من الاخر زي ما انتم شايفين. كنت بقول لكم ان انا رايحه، يعني انا في العادي لما بكنس في اتجاه باب الشقه كده، يعني ده باب الشقه فانا بكنس في الاتجاه ده وانا رايحه على باب الشقه. لما بكون بقى بصور بكنس بالعكس عشان الاضاءه، عشان اكون مثبته الكاميرا بتاعه التصوير ظهرها للشباك، فاهمين ازاي؟ لكن لو عكست هيبقى وشها للشباك فهتبقى الاضاءه نيله خالص يعني. هنا بقى في كوتشيات كده محطوطه في كل مكان، فانا بشيل اللي هيتحط على الجزامه بيتحط، واللي هيدخل في الطرقه اللي جوه دي بيدخل، عشان الجزامه مش بتاخد كل الحاجات يعني. وعايزه اقول لكم بقى اللي وصل لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم والكومنت الحلو بتاعكم طبعا، بس ايه يعني اللايك اهم عشان هو اللي بيرفع الفيديو الكومنت بقى ده اختياركم انتم، عايزين تكتبوا كومنت ماشي، مش عايزين براحتكم، لكن انا بطلب منكم اللايك. انا الصاله دي على فكره انا بتوه فيها وانا بكنسها بجد يعني طويله كده انا حاطه اصلا الكاميرا كده في نص الصاله بالظبط. لو كنت حطيتها ورا خالص في الاخر وجيت انا اكنس في المنطقه دي، انتوا ما كنتوش هتشوفوني اساسا، تحسوا المسافه بعيده قوي فانا كل ما بقرب لها شويه ببعدها هي ورا شويه. وهنا برضو اختصارا في الوقت كنت مسحت خلاص الاوضه بتاعت محمد كمان. وهنا كنت خلاص بنشف كده تنشيفه اخيره بالمعطر، وشايفين بقى البلط بقى بيلمع ازاي، وباين عليه ان هو اتمسح يعني، ولا مش باين ولا ايه باين. حطيت في الميه بقى شويه من المسحوق، وحطيت شويه كلور، وحطيت كمان شويه معطر ارضيات وانا بمسح كده كانت الريحه بصوا تحفه، بس للاسف ما بتثبتش، ما اعرفش ليه يعني. هنا انا سايبه برضو الكومودينو زقه برضو كده لحد ما الميه اللي تحته تنشف مكان ما انا كنت بمسح، وبعدين هبقى ارجعه. وهنا جيت على الصاله نفس الكلام، بمسكها بقى كده جزء وجزء كده مع نفسي، شويه ببطل تصوير واشتغل مع نفسي، وشويه بزور، وهكذا لحد ما اخلصها يعني.
انا كنت عايزه اغسل بقى الفرش في البيت، بس انا بصراحه يعني ايه زي ما بقول لكم كده الحر مفرهدني كده الايام دي، وكمان انا حاسه ان انا مش في احسن حالاتي. فانا غسلت بقى الحافظات، لميتها كلها وريحت دماغي وبعتها المغسله. لكن انا في العادي يعني ايام كتير انا غسلتها حوالي مرتين ولا حاجه قبل كده، او 3 كمان. بس انا حسيت ان انا لا، مش طالبه ان انا اغسل يعني حافظات في الفتره دي، خصوصا كمان يعني ان انا يعني النور بيقطع، فده اصلا يعني مش مشجعني، لان النور بيقطع عندنا ساعتين، والنور لما بيقطع الميه بتقطع، فانا كمان بصحى متاخر، فانا بحس اليوم خلص اساسا، يعني لسه هعمل ايه اصلا يعني. وهنا خلصت الصلاة كلها وكانت نشفت كمان، وكده عدنا بالليل. انا كنت بصور اصلا الفيديو ده على العصر كده، خلاص عدنا بالليل، لان انا خدت يعني فاصل كده شوية، ابني جه من التمرين وعملت لهم الغدا ومش عارفة ايه، خدت حوالي ساعة ولا ساعتين فاصل ولا حاجة. كانت الارضية يعني نشفت وزيادة كمان، وكان الجو بقى في الوقت ده بجد كان الجو فظيع، كان حلو قوي يعني. كنا بالليل والشباك بقى مفتوح، فمدخلي بقى من بره هوا كده وعارفه اتنفس، فبجد التصوير بالليل احسن بكتير. هنا بقى بدات ان انا افرش الحافظات، كنت شايلهم زي ما هما كده مقفولين، ما كنتش فتحتهم حتى ولا شفت غسيلهم حلو ولا وحش ولا ايه. بس هما كان غسيلهم حلو بصراحه، يعني كانوا مغسولين كويس يعني. قبل كده بعتنا نغسل حاجات في المغسله، رجعت لنا اكن احنا لسه يعني زي ما احنا مودينها بالظبط يعني، حتى ما كانش فيها ريحه مسحوق حتى والبقع اللي فيها كانت زي ما هي وكده يعني. هفرش بقى التانية وابدا ارجع بقى كل حاجه مكانها تاني. وادي حاجه بقى وخلصت منها، عصفورين بحجر كده، عملت الصاله كلها وعملت الاوضه، وخلصت اوضه البنات في الفيديو اللي فات زي ما بقول لكم. عايزه اقول لكم بقى ان الواحد بعد ما بيخلص كده بجد بيحس براحه نفسيه، يعني على قد ما تعب وزهق كده واتفرهد، بس في الاخر كده بحس بريحه النظافه وبحس براحه نفسيه كده، وبيكون خلاص مبسوط بالانجاز اللي هو عمله. دي بقى الجزء اللي عند باب الشقه على طول، في كراتين كده، الكراتين دي انا سايباها عشان اي حد نازل من الولاد هياخدهم معاه ينزلهم تحت كده في الزباله. وهنا بفرش بقى المشايات التانية اللي هي قدام الباب على طول، ده انا كنت غسلها في البيت يعني كانت صغيره كده، فقلت اغسلها بقى، مش مستاهله ابعتها المغسله هي كمان يعني. وده الشكل في الاخر بعد ما خلصت وفرشت كل حاجه. هرجع بقى المخدات اللي احنا بنحطها او التكيات اللي احنا بنحطها كده في المكان اللي احنا بنقعد فيه قدام الشاشه، هرجعها مكانها. وكده خلاص يا حلوين، الفيديو بتاعي خلص، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو والكومنت الحلو بتاعكم، واللي ما شافش الفيديو اللي فات بقى يروح يشوفه، واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير، ونخلص بقى تنظيفات العيد مع بعض، وبعد كده ندخل بقى على العيد. لازم نعيد لازم نعيد عليكم اكيد يعني. شوفوا وشكم بخير.